السلام عليكم جماعة. اليوم خرج خبر يهم بزاف الجزائريين خاصة المكتتبين في سكنات عدن. وكالة عدن اليوم أعلنت رسميا عن تمديد أجل الدفع ب30 يوم إضافية. بصح السؤال الحقيقي، هل هذا القرار راح يحل مشكل فعلا ولا غير حل مؤقت برك؟ قبل ما نبداو ما تنساش أنك تدعمنا بلايك خويا لهذا الفيديو، اشترك في القناة باش يوصلك أي جديد، وبارتاجي الفيديو مع أصحابك. في هذا الفيديو راح نفهموا المعنى بالتمديد، كيفاش تخلص، وين راه المشكل اللي راه يعطل الناس. اول حاجه، شكون المعني بالتمديد؟ التمديد هذا ماشي لكل الناس، كاين زوج فئات فقط. الفئه الاولى الناس اللي باقي عليهم يخلصوا 50% من الدفعه الاولى، يعني خلصوا النصف الاول وباقي لهم النصف الثاني. اما الفئه الثانيه فهي الناس اللي بدلوا صيغه السكن تاعهم من اف 3 مثلا لاف 4 ولا اف 5، ومن هذا التغيير يخرج عليهم قسط إضافي يسموه القسط التكميلي، وهذا ثاني داخلين في التمديد. أما إذا ما عندك حتى دفعة باقية فالقرار هذا ما يخصكش نهائيا. ثانيا، كيفاش يكون الدفع؟ عدل قالت باللي الدفع يكون فقط عبر الوسائل الرقمية الرسمية، يعني عندك أولا الموقع الرسمي تاع عدل.dz، ثانيا تطبيق بريديمو، وإذا عندك استفسار ولا حاجة تتصل ب30 40. هنا لازم تنتبهوا مليح، كاين نصابين بزاف راه تستغل الوضع، يتصلوا بالناس ويقولوا لهم باللي هما موظفين من عدل ويطلبوا منك تبعث الدراهم لحسابات خاصة. دير في بالك، أي واحد يطلب منك تحويل خارج المنصة الرسمية فهو نصاب. الدفع يكون غير عبر الموقع الرسمي ولا بريدي موب كما قلت لكم في السابق. والآن نجو للمشكل الحقيقي وهي البنوك. صحيح التمديد ب30 يوم خطوة مليحة بزاف، بصح المشكل الكبير ماشي في عدل، المشكل الحقيقي راه في البنوك. المواطن يخلص الدفعة الأولى ومن بعد يروح للبنك باش يطلب قرض، وهنا تبدأ المعاناة. البنك يطلب كفيلين ويطلب راتب كبير مقارنة بالقسط، وزيد الفوائد البنكية تقدر توصل حتى 5%. وفوق هذا كامل الموافقة راح تطول لك شهر ولا أكثر من شهر، يعني راح تطول بزاف. وين يلقى المواطن روحه؟ داخل الأجال. بصح البنك مازال ما كملش الملف تاعو، وأحيانا حتى يرفضوا القرض بلا حتى تفسير واضح. نصيحة مهمة بزاف، إذا راك تواجه مشاكل مع البنك ابعث رسالة رسمية للوكالة عدل عبر الإيميل، اشرح لهم الحالة تاعك وأعطي لهم كل الوثائق التي تثبت باللي راك تحاول تكملة الإجراءات. هذه الحاجة تقدر تعاونك مستقبلا باش تتفادى أي مشكل ولا شطب للملف. ونزيد لك 4 نصائح لازم تديرهم. أول نصيحة، ما تستناش حتى الآخر نهار، اتحرك من درك. ثاني نصيحة، احتفظ بأي ورقة ولا رسالة بينك وبين البنك ولا بينك وبين عدل. ثالث نصيحة، تواصل مع مجموعات مكتتبين لأن الحلول الجماعية مرات تكون أقوى. ورابع نصيحة وهي الأهم، ما تعطي حتى دينار لأي وسيط. أي واحد يطلب منك المال خارج الموقع الرسمي راه نصاب من الآخر. الخلاصة، تمديد 30 يوم قرار رسمي وحقيقي نعجبني، ويخص الناس اللي باقي لهم 50% من الدفعة الأولى والناس اللي عليهم قسط تكميلي. يعني نعاود لكم، الدفع يكون عبر المنصة الرسمية عدل ولا بريدي موب فقط. والمشكل اللي قلنا اللي راح يعطل الناس اليوم هو البنوك في تعقيد القروض. إذا راك مكتتب وعندك مشكل اكتب تجربتك في التعليقات خوي العزيز. ما تنساش أنك تدعمنا بلايك، اشترك في القناة وفعل زر الجرس، والسلام.